قدم بلاغ من شخص ما، هي واحدة سيدة لأن أنا قريت الورق كويس، وقالت إن هو بمناسبة القضية الفلانية أخذ من فلان الفلاني في شركة المقاولين العرب مبلغ مالي بالشيك رقم كذا. زي ما حضرتك عارف احنا لا هوادة ولا رحمة. نعم. ونطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده. فورا أحيل التحقيق. لم يثبت إطلاقا أنه تحصل على أي مبلغ من شركة المقاولون العرب، وإن الواقعة مكذوبة من أولها إلى آخرها. لكن عمل إيه بقى؟ عين عضوا بمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وعين عضوا بمجلس إدارة نادي المقاولون العرب، وتحصل على مكافآت من الشركات، من المقاولين العرب والشركات التي تدور في فلكة ومن نادي المقاولون العرب، دون عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى والإذن له أولا بأن ينتدب أو أن يعمل وبأن يحصل على مقابل مالي. فكانت هذه القشة التي قسمت ظهر البعير.